بعد تعب تقريبا دام لمدة 5 أو 6 ساعات متواصلة من البحث والشغبطة والكتابة في الكراسة، لحد ما ربنا وفقنا وقعدنا نبحث على الآيباد ونبحث في الكمبيوتر كمان، وقعدنا نلف وندور لحد ما عينينا تعبت خالص من اللف والدوران على التابلت والآيباد والكمبيوتر كمان، لحد ما الواحد عينيه طلعت في البحث. ودلوقتي هنبحث على الكمبيوتر في الموقع يوميا ونشوف الايفون وصل كام. وزي ما انتم شايفين الايفون وصل تقريبا حوالي 75,000 جنيه، لحد ما الواحد كان حيجيله احباط ساعتها. لا ومش كده بس، كمان ده انا هديك الايفون 11 العادي تقريبا بسعر ما يقارب من 16,000 جنيه او حاجه بسيطه فوقيه او حاجه بسيطه تحتيه، له 15,500 او 16,500 بالكثير. انت هتاخد الايفون 11 مني حته كويسه خالص تقريبا، لو قدرت الاقيها لك في قسط او في هنا هنزلها لكم على الصفحه بتاعتي هنا، سواء فيسبوك انستغرام. فانت ما تنساش تتابعنا على كل المنصات عشان نوصل لك الحته دي في اسرع وقت. الحته دي فيها ايه يا عبد الله؟ لو قلت لي هقول لك دي فيها هينزل لها الاي او اس 19، هينزل لها فيها عدسه 12 ميجا بكسل حلوه من ابل، فيها تصوير بورتريه ممتاز، وضع ليلي ممتاز، فيها تصوير فيديو 4K ممتاز. تلفون كامل متكامل من شركه ابل، مش هتلاقي ارخص من كده، مش هتلاقي ايفون ارخص من كده يديك قيمه مقابل سعر في اي مكان ولا في اي حته ثانيه. مش هتلاقي ايفون ارخص من كده يديك قيمه مقابل سعر، مستحيل تلاقي حته زي دي. الحته اللي هتاخدها من عندي على ضماني 3 شهور، مستحيل تلاقي فيها اي عيب. هتاخدها ووتر بروف، هتاخدها مش مغير بطاريه، هتاخد القطعه في حاله ممتازه ب 16,500 او 15,500 بحد ادنى. ده اللي كنت عايز اقول لكم في فيديو النهارده، بس ما تنساش تتابع اخوك عبد الله.